أهلا. رسمنا علاقة بين الاف سي والام، عايزين نجيب الميل حتى من غير ما نرسم. هنشوف الاجزاء اللي فاضلة معانا في القانون أو اللي باقية معانا في القانون. ايه هي الاجزاء اللي باقية معانا في القانون غير الاف سي والام؟ ادي الاف سي والام هتبقى عندنا في تربيع على ا، وهكذا في قطر الدوران.
قشطة يا مستر. يلا بينا بسرعة على العنصر اللي بعد كده. عندنا أنواع القوة الجاذبة المركزية. للقوة الجاذبة المركزية 5 أنواع، بنصنفهم على أساس إيه؟ بنصنفهم إن أي قوة بتأثر عموديا وبتخلي الجسم يتحرك في مسار دائري، دي بنطلق عليها قوة جاذبة مركزية. طيب إيه هي أنواعها؟ ليها 5 أنواع زي ما قدامنا في الشكل. أول نوع عندنا قوة الشد، تاني قوة التجاذب المادي والاحتكاك والفعل ورد الفعل، وقوة الرفع أو ضغط الهواء على الطائرة. قوة الشد بتأثر عمودي تجعل الجسم يتحرك في مسار دائري زي ما انتم شايفين في الشكل، فده هيخلي الجسم يتحرك في مسار دائري، فبالتالي هيكسبه قوة جاذبة مركزية. تاني قوة التجاذب المادي زي اللي بين الكواكب وبين المجموعة وبين الشمس في المجموعة الشمسية، بتأثر عموديا وبتتحرك في مسار دائري، فبالتالي هتبقى قوة جاذبة مركزية. جميل أوي. نفس الموضوع بالنسبة للاحتكاك، ونفس الموضوع بالنسبة لقوة الفعل ورد الفعل وقوة ضغط الهواء على الطائرة. عموما أي قوة تجعل الجسم يتحرك في مسار دائري وتؤثر عليه عموديا تبقى قوة جاذبة مركزية. اشتامس. يلا بينا بسرعة على العنصر الثالث. العنصر الثالث معانا في درس النهاردة هو تطبيقات الحركة الدائرية في حياتنا اليومية. الحركة الدائرية احنا بنستخدمها في ايه او بنستفاد منها في ايه في حياتنا؟ في 3 حاجات. اول حاجة تصميم منحنيات الطرق، بيراعي القوة الجاذبة المركزية في تصميم منحنيات الطرق عشان السيارات ما تخرجش عن الاطار بتاع الطريق. تاني حاجة في القصور الذاتي في حركة دلو الماء، لو عندك شخص بيلف دلو به ماء بتلاحظ ان الماء ما بتقعش من الدلو، بس لازم يكون بيلفها بقوة معينة، دي برضو من تطبيقات القوة الجاذبة المركزية والعجلة المركزية. ومن تطبيقات انخفاض القوة الجاذبة المركزية 3 حاجات: ماكينة الحلاوة بتاعت غزل البنات، تاني حاجة لعبة البراميل الدوارة، تالت حاجة تجفيف الملابس في الغسالات الأوتوماتيكية. بكده نكون خلصنا الشرح، ندخل على الأمثلة عشان نفهم احنا كنا بنشرح ايه. أول مثال عندنا جسم كتلته نص كيلو جرام يتحرك في دائرة نصف قطرها 2 ام. الحاجات اللي أنا بعلم عليها بالأحمر دي المعطيات، ودي أول خطوة احنا بنكتبها معانا في المسألة. انت بتكتب المعطيات، تاني خطوة بتكتب القانون، تالت خطوة بتعوض. كده مفيش أي مسألة هتقف معاك لو مشيت بالطريقة دي إن شاء الله يعني. فإن العجلة المركزية التي يتحرك بها الجسم والقوة الجاذبة المركزية المؤثرة عليهما. واحدة واحدة واحنا بنحل. أدي أول حاجة المعطيات: الكتلة نص كيلو، الآر ب2 متر، الفي بتساوي 10 متر على الثانية. طالب مننا نحسب الاي سي والاف سي. ايه القوانين الخاصة بيهم؟ زي ما أخدنا في الدرس، الاي سي بيساوي في تربيع على ار، والاف سي بيساوي ام اي سي. طيب جميل أوي. عندنا الفي تربيع، عندنا الفي ونربعها تبقى 100. 100 على 2 فيها كام؟ 50 متر على الثانية تربيع. كده جبنا الفي. عايزين نحسب الاف سي، نعوض في القانون. الام عندنا بكام؟ بنص. في الاف سي اللي احنا جبناها ب50، نص في 50 بكام؟ ب25. وما تنساش وحدة القياس. يبقى الإجابة الصحيحة رقم كام؟ الإجابة الصحيحة 50 و25. 50 و25 يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. اشتمست. يلا بينا بسرعة على العنصر الثاني أو المثال الثاني. حجر كتلته 600 جرام. الحاجات اللي أنا بعلم عليها بالأحمر دي المعطيات اللي معانا، وبعد كده هنكتب القانون. معانا الكتلة ب600 ومعانا طول الخيط 50 سم أو نصف القطر 50 سم، والفي 3 متر على الثانية. عايزين نحسب مقدار القوة الجاذبة المركزية. طيب كتبنا المعطيات أول خطوة. ثاني خطوة بنكتب القانون. القانون إن الاف سي بيساوي ام في تربيع على ار. الام بكام؟ ب600 والفي تربيع 3 متر على الثانية. بس لو لاحظت ان هو ضرب في 10 أس سالب 3 عشان يحول من الجرام للكيلو جرام، لان احنا شغالين بالنظام العالمي للوحدات. يعني النظام العالمي للوحدات يعني كيلو جرام ومتر وثانية. عوض هتطلع معاك ب10.8 نيوتن.
10 نيوتن اللي هو رقم ايه؟ رقم ب. قشطة يا مستر. يلا بينا بسرعة على المثال التالت. إذا علمت أن الأرض كتلتها 6 في 10، أدي الحاجات اللي أنا بعلم عليها بالأحمر دي المعطيات اللي معانا في المسألة. ولاحظ هنا إن هو اشتغل بالسنة 365 و25، واحنا لسه قايلين ان احنا بنشتغل بالنظام العالمي للايه؟ للوحدات، يعني هتحول من السنة لليوم للساعة للثانية. كتبنا المعطيات الام والار اللي هو نصف القطر زي ما موجود معانا في المسألة، والتي اللي هو الزمن 365 يوم. طيب طالب مننا نحسب ايه؟ طالب يحسب القوة الجاذبة المركزية للأرض اللي بتأثر بها الشمس على الأرض وتجعلها تتحرك في مسار شبه دائري. الاف سي بيساوي الام في تربيع على الار. طيب احنا ما عندناش الفي تربيع، طيب نجيبها منين؟ نجيبها من قانون الفي اللي هو 2 باي على ار. الام في 2 باي على ار على تي تربيع، عشان تعوض في قانون التربيع اهو، على ار هيساوي ام في، هتفك التربيع يبقى 2 تربيع ب4 والباي بباي تربيع في ار تربيع على ار، هتفضل ار واحده بس على تي تربيع. طيب جميل قوي. هتعوض تعويض مباشر. كل اللي انت هتعمله فقط ان انت هتحول من اليوم للثانيه. هتحول من اليوم للثانيه ازاي؟ هتضرب في 24 يبقى انت كده جبتها بالايه؟ بالساعه. في 60 يبقى انت جبتها بالدقيقه. في 60 تاني يبقى انت جبتها بالايه؟ بالثانيه. وما تنساش التربيع اللي موجود فوق، واهم حاجه وحده القياس بتاعه القوه اللي هي نيوتن. الاجابه الصحيحه هتبقى رقم ج 3 و6 في 10 أس 22. قشطة يا مستر. يلا بينا بسرعة على الواجب. الواجب ده حضرتك هتحله وتبعت الإجابات بأرقامها في التعليقات. وطبعا أنت لا بتحل واجب ولا نيل، ومفيش 5 مشاهدات أساسا على الفيديو. عندنا بعد كده التلخيص. في لينك للتلخيص، تلخيص كامل لحد ما وقفنا النهارده عند القوة الجاذبة المركزية اللي هم تقريبا درسين ما يكملش 7 صفح. في تلخيص كامل للمنهج. على اخر السنه ان شاء الله يبقى معاك تلخيص كامل للمنهج 3 أو 4، حوالي 15 أو 16 صفحه. واشوفكم في فيديو جديد ودرس جديد اللي هو الجاذبيه الكونيه والحركه الدوريه. وميعادنا دايما يوم الاربعاء او يوم الاحد الساعه 7 مساء. نشوفكم على خير.